تسريبات حصرية للحلقة التاسعة من مسلسل دروب المرجلة. هل هرب فليحان فعلا أم أن الحقيقة كانت أكثر صدمة مما توقع الجميع؟ بعد النهاية المروعة في الحلقة الثامنة يدخل شاهين ومقناص ومهاوش خيمة فليحان وهم يتوقعون المواجهة، لكنهم يصطدمون بالمشهد الذي يقلب كل الحسابات. فليحان مقتول وقد تعرض لاعتداء وحشي قبل تصفيته. من الذي قتله؟ التسريبات تؤكد أن القاتل هو مساعد. السبب أخطر مما يبدو. عوض أثناء حديثه مع فليحان لمح إلى أن فليحان ذهب إلى المنتجع. هذه المعلومة كانت كفيلة بفضح مساعد، لأنه هو من ذهب ليلا إلى المنتجع. خاف أن يكشف أمره فسبق الجميع وتوجه تحت جنح الظلام إلى خيمة فليحان واعتدى عليه ثم قتله ليغلق فمه إلى الأبد. لكن الجريمة لا تمر بصمت. في الحلقة التاسعة يصل الضابط مراد إلى الديرة. يبدأ أولا بالتعرف على الشيخ صقر ثم يفتح ملف التحقيق رسميا في مقتل فليحان. وصول مراد يعني أن القضية لن تقيد ضد مجهول، وأن خيوط الجريمة ستبدأ بالتشابك، خصوصا مع تضارب الروايات داخل القبيلة. في خط موازن تتحرك أحداث أخرى لا تقل خطورة. مبروك ورفيقه يتمكنان من تحديد المدرسة التي تدرس فيها قمر وجراح. هذا الاكتشاف يفتح بابا لمواجهة قادمة قد تكون أخطر مما يتوقعان. أما زهرة فتصل إلى خيط مهم، تتعرف على أخيها وتتواصل معه عبر الهاتف. يرد عليها وتتمكن من معرفة مكانه وموقعه الحالي. هذا الاتصال قد يعيد لم الشمل أو يقود إلى صدمة جديدة. وعلى صعيد آخر، شاهين وقبيلة الفزع برفقة الفندم مراد ينطلقون للبحث عن مصنع المخدرات. حملة واسعة وتمشيط مكثف، لكن المفاجأة أنهم لا يجدون شيئا. المصنع يختفي وكأنه لم يكن موجودا. هل تم تهريبه مسبقا أم أن هناك من سرب خبر الحملة؟ البحث يؤجل إلى اليوم التالي، ما يعني أن المواجهة الكبرى لم تبدأ بعد. الحلقة التاسعة تحمل 3 جبهات مفتوحة. جريمة قتل غامضة بدأت تتكشف خيوطها، تحقيق رسمي قد يطيح برؤوس كبيرة، وتحركات سرية قد تقلب موازين القبيلة بالكامل. غدا تتغير المعادلة، والسؤال الأهم: هل سيتمكن الضابط فيصل من كشف الحقيقة قبل أن يسقط ضحية جديدة؟